وأول مسلسل معانا هو مسلسل إفراج. مسلسل إفراج ده من أفضل المسلسلات اللي ممكن تشوفها في رمضان 2026. هيكون من بطولة عمرو سعد وطارق عماد وحاتم صلاح وعمر السعيد وسماء إبراهيم وعبد العزيز مخيول. وعارفين بقى الأحداث اللي بتكون في الحارات الشعبية كده اللي بيكون فيها أكشن وكده. أيوة بقى المسلسل ده هيكون مناسب لجمهور المسلسلات الشعبية الدرامية. ومسلسل إفراج هيتعرض إن شاء الله في رمضان 2026 على MBC مصر. وتعالى بقى أديك التقيلة وتعالى نشوف مسلسل فن الحرب. مسلسل فن الحرب إن شاء الله هيكون من بطولة يوسف الشريف ومحمد جمعة وشري عادل وكمان إسلام إبراهيم. بالنسبة للمسلسل هيكون نفس جمهور مسلسل إفراج. أنتوا بتحب المسلسلات الشعبية الدرامية وكمان المسلسلات اللي بتخليك تخرج من الحلقة مستني هيحصل إيه بعد كده. عنصر الغموض والتشويق أكيد هو مسلسل فن الحرب. وبالنسبة للقناة اللي هيتعرض عليها مسلسل فن الحرب فللأسف مش MBC مصر، بس هيتعرض على قناة CBC، تقدر تتفرج عليه وتروق نفسك كده بعد الفطار. وتعال أقول لك كمان على مسلسل من المسلسلات الشعبية الدرامية وهو مسلسل الدرش أو درش كده حاف. من المعروف عن مصطفى شعبان إن هو بيعمل مسلسلات شعبية درامية وأمثال كده كتير، عمرو سعد، محمد رمضان، أحمد السقا في العتاولة، يعني أنت بس ما تحاولش تعد. ومسلسل درش ده مسلسل درش هيكون من بطولة مصطفى شعبان وسارة الصايغ ورياض الخولي ونضال الشافعي ومزة ريحان وكمان سلوى خطاب. المسلسل بيتكلم عن شاب بيعاني من فقدان الذاكرة، هيتعرض لكتير من المشاكل وطبعا المشاكل دي هتأثر على حياته الاجتماعية. بالنسبة للقناة اللي هيتعرض عليها مسلسل درش هتكون قناة CBC. والمسلسل اللي معانا بعد كده هو مسلسل الكينج. طبعا أعمال الشعبية الدرامية مكملة معانا. مسلسل الكينج أو الملك من بطولة محمد إمام وحنان مطاوع ومصطفى خاطر وحجاج عبد العظيم وميرنا جميل وعمرو عبد الجليل. مسلسل الكينج تعرف المسلسلات اللي بيغطي على الجو بتاعها، جو الحارات الشعبية أو المشاكل والخناقات والكلام من ده. أهو ده رأيي الشخصي وبدون أي تعميم، أنا حاسس إن المسلسل ده من أنواع المسلسلات ديت. بالنسبة لمسلسل الكينج هو مكون من 30 حلقة وهيتعرض إن شاء الله على قناة MBC مصر. وبعد كده معانا مسلسل علي كلاي، ونخلي بالنا المسلسل ده كمان من الأعمال الدرامية الشعبية. ومسلسل علي كلاي هيكون من بطولة أحمد العوضي ودرة ويارا سكري ومحمود البزاوي وحجاج عبد العظيم وعصام السقا. والمسلسل بيتكلم عن مصارع أو ملاكم شغال في محل قطع غيار للسيارات. وبالنسبة لعلي كلاي هيواجه مشاكل أثناء رحلته. لو عايز نتكلم عن المسلسل ده في فيديو أو نتكلم عنه باستفاضة أكتر بس لايك بسيط منك على الفيديو ده. وأخيرا وليس آخرا خليك متأكد إن مسلسل علي كلاي مكون من 30 حلقة. وبالنسبة للقناة اللي هيتعرض عليها المسلسل فهي قناة أون. وتعالى نروح لواحد من الأعمال الدرامية المؤثرة جدا واللي ممكن تشدك إنك تتفرج عليها في شهر رمضان، وهو طبعا مسلسل صحاب الأرض، واللي هيكون من بطولة إياد نصار ومنة شلبي وكامل الباشا والعديد من النجوم المؤثرين في العمل الفني. واللي أنا بصراحة حسيت إن المسلسل ده ممكن يطلع ترند بمجرد إني شفت الصورة بتاعته. مسلسل أصحاب الأرض بيركز على العلاقات الإنسانية في إطار درامي مؤثر وظريف. ما تعرفش إزاي ظريف، بس هو مسلسل يتحب. وبرضه يبقى الحكم النهائي والأساسي وقت نزول المسلسل. مسلسل أصحاب الأرض إن شاء الله هيكون معانا من بعد 15 رمضان في النص الثاني من رمضان، وهيكون على قناة DMC. وأخيرا وليس آخرا اللايك الجميل بتاعك، ويا ريت توصلوا فيديو ده 100 لايك عشان نستمر على القناة دي إن شاء الله. مجرد إنك تدوس لايك أو تدوس اشتراك أو حتى تكتب تعليق أنت كده بتدعم الفيديو، ودي حاجة هتفيدنا كتير خاصة في البدايات. سلام.